الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة كان المفروض النهاردة الدرس الخامس في سلسلة تأمل سورة الحجرات، وكان كذلك لغاية ما خلصت صلاة الجمعة وانشرح صدري إن أنا أتكلم في موضوع تاني، واستخرت واستشرت يعني بعض من أثق في رأيهم، ويعني برضو شجعوني أن أتكلم في هذا الموضوع، فخلونا نتكلم في موضوع آخر النهاردة إن شاء الله، ونكمل سلسلة الحجرات المرة القادمة إن لم يطرأ شيء يعني يقتضي درسا استثنائيا آخر بقى. سورة لقمان سميت باسم ذلك الرجل الصالح الحكيم لقمان، ولقمان لم يرد ذكره في القرآن إلا في هذه السورة، في سورة لقمان. ولقمان لما ذكر في السورة ذكر مرة بصفة وصفه الله بها، ومرة في موقف من مواقف حياته وبس كده، وهذا ذكر لقمان في القرآن. أما الصفة التي وصف بها فهي صفة الإيه؟ الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وأما الموقف الذي قصه الله عز وجل علينا من خبره ومن قصته ومن حياته موقف عجيب، لأنه موقف لو جينا يعني مشهد كده ما هواش الداعية اللي قاعد قدامه المسجد متقفل مثلا وبيدي محاضرة ساعة، مش الموقف ده. ما هواش النبي اللي بيدعو الكفرة ودخلوا في الإسلام وفي قصة ملحمية بتحصل. وبعدين إيه، اربط بقى بين اللي احنا بنقوله ده وبين إن السورة باسمه كمان، وكأن يعني ركزوا في الموقف ده، موقف مهم اللي هو موقف إيه بقى؟ موقف الوالد مع الولد، أب وابن. وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات هنتعرض ليها إن شاء الله. يبقى الموقف المشهد باختصار هو أب، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هو أب بيعظ ابنه، هو ده المشهد باختصار. الأعجب يا جماعة أن ختام السورة يعني السورة تسمت سورة لقمان. طب إيه الموقف اللي لقمان ذكر فيه؟ ما يكون بين الوالد وولده في الدنيا. ختام السورة ما يكون بين الوالد والولد في الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فكأن المعنى أن فرصتك مع ولدك هنا في الدنيا، لأنه في الآخرة لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. ففرصتك مع ابنك هنا. الحقيقة فكرة المشهد اللي بيجمع بين الأب والابن متكرر في القرآن كتير كتير، وكل المواقف بترشدنا إن مسألة التوجيه والإرشاد والنصح والتربية النفسية حتى مسؤولية الأب. مفاجأة لأن طبعا دلوقتي البيوت، معظم البيوت الأب هو فاكر كونه شغال وبيجيب فلوس ما حدش يسألني عن حاجة بعد كده، كله مرمي على الأم بعد كده. والحقيقة ده غلط. الأب مسؤوليته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول دي مش يعني مسؤول يعني راجل مسؤول، لا، مسؤول يعني هتسأل يوم القيامة عن تلك الرعية عملت معاها إيه. فلو بصينا في القرآن، في قصص القرآن ما بين الوالد والولد، الأب والابن، هنلاقي القصص كلها بتدور في الفلك ده، فلك الأب اللي بيوجه، الأب اللي بيعظ، الأب اللي بيهيئ ابنه نفسيا لأمر كبير،
الأب اللي بيستخرج الطاعة من ولده. هنمر بسرعة على الحاجات دي. فمثلا قصة لقمان اهي، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، في إرشادات وعظ. طيب قصة يعقوب مع يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إلى آخر الآيات. نقف وقفة سريعة مع قصة يوسف مع أبيه. طبعا احنا تأملنا سورة يوسف في هذا المسجد، مش فاكر في كم مجلس، 5-6 مجالس، لكن بسرعة عاوزين ناخد حتة مهمة، وهي إن يعقوب يا جماعة كان نبي الزمان. عارفين يعني نبي الزمان؟ يعني أولا هو رجل أولا، فعليه الأعباء التي تكون على الرجال. يعني عليه أعباء إنه يوفر ما يوفره الرجال للأهل، عليه أعباء مشاكل البيت نفسه. وبعدين يعقوب كان مخلف عيل ولا 2؟ لا مش 11، لا 12 أو 13، المهم عدد كبير من الأولاد، وكل ابن ليه مشاكله، وكل ابن ليه طلباته، وكل ابن ليه. وبعدين هو نبي الزمان، فعنده بقى مشاكل الدعوة إلى الله. وبعدين ده آمن بقى، عنده فئة مؤمنة مسؤول عنها وعن احتياجاتها وعن تعليمها الدين وعن مشاكلها النفسية وعن تحدياتها في الدنيا يستوعبها ويرشدهم. ومجموعة كفرة، فعنده واجبات تجاههم، ويمكن بيكيدوا له فعينيه في وسط راسه. وبعدين عنده حق ربه، ما هو ده نبي، ده مش واحد لو كان وليا كان ولا رجل صالح، ده نبي. فحق ربنا فين بقى؟ من عبادة ومن كذا ومن كذا ومن كذا. في كل ده يجي له ابن يوسف اللي عنده 7 سنين، بيقول أنا شفت حلم عاوز أحكيه لك. ها أنت بقى لو ابنك هتعمل معاه إيه؟ طب أنت إيه أعبائك أصلا وإيه مشاغلك اللي واخداك عن ابنك؟ ولا حاجة ولا حاجة. مش بستخف، لا أنا عارف إن في شغل وفي شقة، الله يكون في عون الرجال في هذه الآونة، إنما لا، في وقت كبير بنسكرول على الفيسبوك، ووقت كبير عمالين نقلب في الريلز والشورتس والتيك توك وقت كبير. وفي الغالب ابنك لما بيجي لك بتكون انت على الحالة دي لأنك في البيت في الغالب. والناس اللي سنها كبير شوية بقى في الخمسينات ولا مش عارف ايه، ممكن يبقى قاعد على برامج التوك شو، أو ناس قاعدة على القهوة، أو طب فين ابنك؟ فجاله الطفل اللي عنده 7 سنين، أنا شفت حلم عاوز أحكيه لك. يعقوب مش بس شايف يا جماعة، يعقوب عليه السلام كان رجلا. أصل هو نصيبك إنك طلعت راجل، نصيبك بقى، عشان ما تقولش إيه ما أنا شقيان طول اليوم. هو نصيبك إنك راجل. يعني إيه راجل؟ يعني هتشقى طول اليوم وهتيجي مش هتنسى حقوق اللي في رقبتك، مش هتنسى ده لأنك راجل. النهاردة كان المفروض درس الحجرات، وكنا في آية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وكنا المفروض نتكلم، هنقول حاجة بسرعة ونرجع تاني. القوم لا تطلق إلا على الرجال، والنساء طبعا على النساء، واضحة دي. ليه القوم؟ ليه الرجال اتسموا قوم؟ من التأويلات أن قوم جمع أن كلمة قوم دي جمع، قوم هي جمع قائم زي صوم وصائم، ماشي؟ طب من إيه؟ ليه تسموا قوم برضو؟ علشان هم من يقومون على شؤون الحياة، ومنها القوامة. طب النساء ليه تسمت نساء؟ من النساء، والنساء الترك. فهو نصيبك إنك تطلع راجل. راجل يعني إيه؟ يعني قد المسؤولية. ومن المسؤولية مسؤولية ابنك الصغير ده، لما يحب يحكي يلاقي اللي يحكي له. يوسف لما حب يحكي وراح لأبيه، أبوه ساب اللي في إيده وقعد، ولما قعد ما قعدش بدماغ مشغولة في الدعوة والكفار اللي بيكيدوا لي والمؤمنين اللي أمنوا بيا وإخواته التانيين لا 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 خالص. ده قاعد مركز مع الولد، وبعدين هيبتدي يدي نصايح وإرشادات للولد لأنه فهم تأويل الرؤية. يبقى ده راجل قاعد مركز مع الابن. ليه مركز مع الابن؟ لأن ابنك وهو بيحكي لك ممكن يبقى
عاوز يحكي لك حاجة وخايف يقولها، عاوز يحكي لك حاجة ومكسوف يقولها، عاوز يحكي لك حاجة ومتهدد يقولها. لو حضرتك قاعد بتسمع ابنك ولا بنتك وانت بتسكرول على الفيسبوك، ابنك ضاع. تكتشف امتى بقى؟ بعد سنة ان شاء الله. سنة يكون ابنك عاوز يحكي لك حاجة ومش قادر، وكان ممكن ببصة منك في عينيه تعرف ان في مشكلة كبيرة، لكن عينك ما بتجيش في عينيه اصلا. ليه؟ مشغول فين؟ اصل انا شغال بره. طب والام واقفه في المطبخ قاعده على التليفون بتكلم جارتها، طب الابن يجي يحكي لها بتسمعه، خلص. ضيعنا الامانه، ضيعناها. انما لو قعدت وركزت واديت ابنك كل تركيزك، هتشوف بصه في عينيه تفهمك حاجات، هتشوف اضطراب في جسمه، في اعضائه، في يبين خوف من حاجه ومش قادر يتكلم الولد مثلا. هتبتدي تمسك طرف خيط تمشي وراه. الكلام اللي بنقوله دلوقتي ده بقى بالنسبه يعني كلام غريب، بقى رفاهي. انا اقعد مع ابني واركز معاه، ده فين وامتى؟ سيب الجهاز اللي في ايديك ده. لما تيجي بعد سنه ولا 2 ولا اكتر تكتشف ان ابنك كان في مشكله وفي اولها كنت ممكن تلحقها، النهارده ابنك غرز في مشكله انت مش عارف تعمل فيها حاجه. هو يا جماعه هو الشاب المدمن نام كويس اصبح مدمن؟ الشاب اللي راح زنا نام عمره ما عمل اي حاجه صبح راح زنا؟ يعني هي بتيجي كده ولا في تغيرات بتحصل والاب والام مش؟ انا طبعا يعني هنا عشان بس يعني احنا بنحمل الاب والام المسؤوليات، كل واحد عليه مسؤوليات. هل معنى كده ان ده يمنع؟ ما بنقولش ده يمنع ولا ما يمنعش، بنقول دي مسؤوليتك فتعملها. النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بقى، النتائج مش بتاعتنا. انما ما تبقاش حضرتك مهمل في مسؤولياتك وبعدين تيجي بعد سنه تقول ابني بقاله سنه مش عارف بيحصل فيه ايه، بنتي بقالها سنه متعرفه على مش عارف مين. طب وانت فين؟ يعني فتش، انا ما قلتش فتش، بس انت قطعت الصله بينك وبين ابنك. ابنك ده اللي عنده 11 ولا 12 ولا 15 سنه وما بيجيش يكلمك وانت بتقول له ما تيجي تقعد تكلمني، انت اللي قطعت الصله دي، العلاقه بينك وبينه، لانه جالك من هو عنده 5 سنين في الوقت اللي هو الابن بيتمنى انه يكون لصيق بالاب، ما لقاكش. ولو لقاك بدن بلا عقل وبلا قلب وبلا توجيه وبلا اي حاجه. يعقوب يا جماعه يترك كل حاجه ويقعد للابن 7 سنين ويسمع الرؤيه ويبتدي ينصح. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا الى اخر بقى الايات، ودي شرحناها يمكن في درس لوحده. طيب يعقوب يا جماعه فضل مركز مع عياله لغايه امتى؟ مين يقول؟ ها؟ وهو بيموت. فين ده؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ يعقوب بيموت يا جماعة وولاده رجالة كبار. يعقوب مركز مع ولاده وهو بيموت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو على فراش الموت مركز مع عياله دول اللي هم ايه؟ رجاله كبار. فين ده؟ احنا هنرجع بقى نشوف التركيز على ايه. احنا دلوقتي بنتكلم على فكره التركيز من الاباء على تربيه الابناء. طب بيركزوا على ايه؟ هنرجع نستقرأ الايات دي تاني، هنرجع لها كمان شويه ان شاء الله. ادي سيدنا يعقوب مع ولده. ابراهيم عليه السلام موقف ثالث في القرآن مع ولده الذبيح، وموقف عجيب. وهنا إبراهيم عليه السلام، شو يا جماعة، الأب مش آمر ناهي. الجزء ده مهم، مهم، لكن الأب موجه، مربي، واعظ، ناصح. إبراهيم يقول، احنا برضو الآيات دي شرحناها قبل كده في المسجد فمش هندخل فيها، لكن هناخد كلمة واحدة
وإن شاء الله تكونوا برضو فاكرينها. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا. قراءتين، ترى وإيه؟ تري. أيوة افتكرته، ترى وتري. وقلنا الاثنين احنا طولنا قوي في الآيات دي ومسكنا كلمتين دول فصصناهم، لكن بسرعة كده. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طب لو كان الابن قال له لا ما تذبحنيش، كان إبراهيم عليه السلام هيمتثل أمر الابن؟ أمال هو بيعمل إيه إبراهيم؟ إبراهيم بيربي راجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام بيربي راجل. مش ابنك يوصل ل 11 و12 و15 و17 و20 سنة مش عارف ياخد قرار في حياته. وبعض الشباب بيشتكي لي إنه مهزوز لدرجة ما يعرفش يشتري جزمة لنفسه. ما يعرفش ليه؟ ما ترباش على كده. إبراهيم عليه السلام خلاص أمر من ربنا، وحي، ومع ذلك يربي ابنه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ عجيب، تربية عجيبة. القراءة الثانية فانظر ماذا تري الله منك. إني أرى في المنام أني أذبحك وهو أمر الله عز وجل، فانظر ماذا تري الله منك من الطاعة ومن قبول الأمر. تربية. فين ده النهاردة؟ فين الأب اللي بيربي ابنه تربية نفسية وتربية إيمانية؟ شوف في كلمة واحدة اهي، تربية نفسية تخرج لنا رجلا. ما هو ابنك الصغير ده ازاي يعرف ياخد قرار في حياته؟ انك شاركته في اتخاذ قرارات من هو صغير، متدرب معاك، بيتدرب. ايه رأيكم؟ تعالى يا ابني هننقل الشقة الفلانية، تعالى نروح نشوفها سوا. يجي له يقول لك لا يا بابا، عيل بقى صغير، فيقول لك ايه؟ هيقول لك اي حاجه. لا يا بابا مثلا ايه، اكره الباب مكسور، اي حاجه، بلاش الشقه دي. فتبتدي انت تفهمه لا دي الاكره دي حاجه بسيطه وبنجيبها ونركب بس احنا بنبص على ايه في الشقق. تعالى افهمك، 1 2 3، موقف في الثاني في الثالث الولد بيكتسب خبرات. فانظر ماذا ترى، ما قالوش تعالى نام هذبح، ما عملش كده. فانظر ماذا تري. موقف رابع في القرآن موقف نوح مع ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهو كذلك موقف الوالد مع الولد. امتى؟ في آخر لحظة في الحياة. الأب مش سايب ابنه. يا جماعة يا رجال والشباب اللي قدامي برضو اللي هيتجوزوا، دي مسؤوليتكم. يعني ايه مسؤوليتكم؟ يعني يوم القيامة هتسأل عن هذا الولد، ربيته على ايه؟ هتسأل عن هذا. بلاش أسهل حاجة نرمي الحمل على ايه؟ على المرأة. احنا هنيجي للمرأة كمان شوية، انما بلاش يبقى دي أسهل حاجة عندنا. انت مش ATM، مش مكنة ATM الفلوس اللي عاوزينها اهي وخلاص شكرا. ليه بقى؟ لأن المرأة في الأصل، في طبيعة، في جبلة المرأة لا تصلح لهذا الدور. نعم يوجد نساء يصلحن وربين رجالا، عارف ده كويس جدا، لكن طبيعة المرأة مش كده. طبيعة المرأة يا جماعة أن العاطفة تغلب، واللي عاطفتها تغلب دي تفسد أكتر من أنها تصلح. في التربية إذا غلبت العاطفة في مواقف محتاجة حزم، فالعاطفة لو غلبت تفسد. ولذلك بقى الموقف الذي يحضرني الوحيد في القرآن، الذي يحضرني ممكن يبقى في غيره بس أنا مش مستقرئ القرآن كله من الحتة دي دلوقتي، إنما الموقف الوحيد الذي يحضرني في القرآن لأم مع الابن كان موقف الأم فيه هتبقى سبب في إن ابنها يموت. موقف مين؟ أم موسى. ليه؟ لغلبة العاطفة. تخيلوا كده فرعون بيذبح أي بني آدم، أي طفل يتولد بيتذبح، وبعدين القصة حصلت ورمته بقى إيه، ربنا تعالى أوحى إليها يعني وربط على قلبها إلى أن ألقته في هذا النهر. عرفت إنه وصل لفرعون خلاص. إيه اللي حصل بقى؟ إن كادت لتبدي به وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من سواه. يعني ما تفكرش غير في حد غير مين؟
غير موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من سوى موسى إن كادت لتبدي به. هتروح تقول لهم ده ابني هاتوه، ده معناه ايه؟ لو راحت قالت كده هيحصل ايه؟ هيتقتل. انتوا شايفين عاطفة المرأة ودتها انها ممكن تاخد قرار شكله ايه؟ لولا ان ربطنا على قلبها. طب هنا احنا بنذم في المرأة؟ لا مش بنذم، احنا بنقول لنا ادوار بنكمل بيها بعض. المرأة العاطفة غالبة، الحب يغلب عليها، فممكن ده يخليها اضعف من انها تعرف تاخد قرارات حاسمة في حياة الابن او البنت. دي مسألة. المسألة الثانية، الأصل أن الرجل أكثر انتباها لتفاصيل المرأة احنا طبعا بنتكلم عن البيوت اللي هي المفروض كما ينبغي أن يكون عليها البنت. عارفين المرأة بقى اللي هي الصالحة اللي اتربت تربية معينة ونشأت نشأة معينة ومش عارف ايه، ما تلقطش إشارات الراجل يلقطها بسرعة. ليه؟ هي ما شافتش الحاجات دي، ما عاشتش ده، ما تعرفش ده. انا نساء كانت تقول والله العظيم انا ما اعرف ان في الدنيا ده اصلا. يعني يجي مثلا جوزها يقول لها اهو شفتي زي ما قلت لك عمل واحد، تقول له والله ما اعرف ان في كده في الدنيا، مش متخيله ان في ده في الدنيا كلها، ما شافتش ده قبل كده. تلقط ايه هي بقى ابن الابن او البنت؟ تلقطها ازاي دي؟ فده دورك انك تقعد وتسمع طيب انا كده يعني بقى اعفي المرأة من كل حاجة؟ لا طبعا، المرأة لها دور برضو، لكن الرجل انت دورك في هذا التوجيه، هذا النصح، هذا الوعظ. يعني انا هسألك سؤال، الاب او الشاب بقى المقبل على الزواج، يعني ده سؤال مش ليك، الاب قول لي كده اخر مرة قعدت مع ابنك علشان تكلموا عن ربنا؟ ما هو لو رجعنا نشوف بقى تفاصيل قصص القرآن بتاعتنا دي هتلاقي بدور في فلك ايه؟ لقمان لا تشرك، اول كلمة لا تشرك بالله. اخر مرة كلمت ابنك فيها بلاش. انا قلت لك تعالى امسك المايك ده وكلمنا عن ربنا 3-4 دقايق، هتقول ايه؟ هتعرف؟ ما هو انت عشان انت تعرف توصل الرسالة انت لابد ان انت اولا تؤهل، انت نفسك تؤهل لده. تؤهل لده يعني تبقى داعية تقعد كده لا مش لازم، بس تتربى على ده، تربي نفسك على ده، وإلا هنبقى جيل خاوي بيطلع جيل خاوي. انت هتتكلم عن ربنا وانت ما تعرفش، هتكلم منك عن ربنا وانت ما تعرفش تتكلم عن ربنا لوحدك، ما تعرفش حاجة عن ربنا، هتتكلم تقول له ايه؟ هذا دور الأب، وهو مسؤول عن هذا الدور قولا واحدا. وإلا لو انت بقى حضرتك ما عملش الدور ده، وهنتكلم عن حاجة واحدة بس في الدور ده علشان ما نطولش في المسألة دي، لما تيجي تقعد مع ابنك لازم تبقى منتبه للتفاصيل الصغيرة اللي احنا لسه قايلينها من شوية دي. يعني ما يكفيش احنا بنقول ان الاب بيقعد ينصح ويعظ وكذا وكذا ماشي، انما اللي احنا عاوزين نقف عليه دلوقتي والنهارده بالذات في اليومين دول، ان ابنك محتاج منك تركيز. محتاج ده. ليه محتاج ده؟ لان ابنك ممكن يبقى واقع في مشكلة كبيرة ومش عارف يتكلم، مش عارف، او مش عاوز يتكلم. مش عاوز ليه بقى؟ مش قضيتنا يعني، مش قضيتنا دلوقتي. مش عاوز ليه؟ لان انت اللي قافل الباب بينك وبينه، لان انت اللي مخوفه منك، لان انت اللي ما بيلاقيش عندك حلول اصلا، لان انت اللي بتبين له عدم اهتمام. اتكلم وانا باصص في الموبايل. في الاخر هو مش عاوز يتكلم. طب هنعرف منين الولد في مشكلة او البنت في مشكلة؟ من الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. وده هيجي ازاي؟ ان نبقى مركزين مع الولاد ببساطة. الولد جاي يتكلم، هسيب اي حاجة في ايدي واقعد اركز مع ابني في الشوية اللي عاوز يتكلم فيهم. طول، خير وبركة. انت وراك الديوان، ما تقعد. وراك ايه يعني؟ اقعد وربي في ابنك معاني. يبقى الولد يوم عن التاني مخه بيكبر، بس انت مطمن هو بيكبر صح. يا جماعة قلت لكم ده قبل كده، زمان
كان ابائنا يخافوا علينا امتى؟ لما ننزل من البيت، الواد راح فين، اتاخر ليه كده. النهارده الاب الواعي اللي واعي على الدنيا وفاهم كويس هيبقى خايف على ابنه، وابنه مش جوه في اوضه النوم وابنه قاعد قدامه. الجهاز اللي ابنه ماسكه ده، يعني انا ابني قاعد قدامي ماسك الجهاز كده، انا قلقان. بيعمل ايه؟ بيكلم مين؟ دماغه بتتحشي ايه دلوقتي؟ شهوات ولا شبهات ولا الحاد معرفش. وده هو فين؟ ده قدامي. طب ده محتاج ايه؟ محتاج تركيز اكبر بكتير من زمان. تركيز في سلوكيات الولد، في تصرفات الولد، في افعاله، في كلامه. محتاجه دي، والا الاولاد هتضيع. طيب ولما تضيع الاولاد مسؤول. عندنا مساله في الفقه كده. دلوقتي ابنك اللي عنده 7 سنين ده، المفروض مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء 7. طب حضرتك ما امرتوش بالصلاه، هل تعرف انك آثم؟ طب الولد يأثم انه ما صلاش؟ الولد لا يأثم، الصلاه في حقه نفل وهو لا يأثم، هو غير مكلف. انت تأثم ان لم تأمره بالصلاه. متخيل؟ ليه؟ لأنك خالفت الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. مروا أبناءكم، هذا أمر على الوجوب عند طائفة من الفقهاء، فيؤثمون الأب الذي لا يأمر ولده بالصلاة وهو عنده 7 سنين و8 سنين. قل لي أنت كده بقى، ولادك مش اللي عندهم 7 و8 سنين، الكبار والبالغين، أخبارهم في صلاة الفجر؟ ما هو الولد لو ما صلاش صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس يأثم طالما بالغ، حرام عليه، خرج الصلاة عن وقته. دي مسؤوليتك. انت المفروض تربي ابنك على كده، لان حضرتك لو الشروق مثلا دلوقتي 6 و11 6 و10 وابنك قايم عشان عنده امتحان فالمفروض يقوم 6 وتلت، حضرتك مش هتصحيه 6 عشان يصلي قبل الشروق، وهتصحيه 6 وتلت عشان الامتحان. الدنيا اتقلبت يا جماعة، المقاييس اتقلبت. ودي مسألة تانية بقى. احنا استعرضنا قصص القرآن الآباء مع الأبناء، إن هم مركزين في النصح والإرشاد والوعظ والتربية النفسية والعلاقة بالرب سبحانه وتعالى. كانوا بقى بيتكلموا في إيه؟ في الدين. في الدين. أنت نسبة كلامك في الدين مع ابنك قد إيه أصلاً؟ لا، ده احنا دلوقتي مش بس احنا ما بنكلمش الولاد في الدين، ده كمان شوف البيئة اللي انت بتروح تحط ابنك فيها، سواء اختيار مدرسة، اولا بداية اختيار شريك حياتك. يعني الشباب الصغير رايح اتجوز، شوف البيئة اللي بتكونها لولادك. ما هي البيئة دي هتبقى مين؟ انت والام. بداية البيت شكله ايه، فهتختار امرأة عاملة ازاي، وكذلك يقال للمرأة. شوف الزوج اللي هتختاريه، لان هي دي البيئة اللي هيتربى فيها الولاد. دي البيئة اللي هيتربى فيها الولاد. هو في حاجة ولا ايه؟ بيجي لنا بعد كده مشاكل. اصلا انا يا شيخ زوجي ما بيصليش، وابني جيت بقى ادخله مدرسه مش عارف عامله ازاي، فهو قال لي لا مش هيدخل غير المدرسه الفلانيه. طب هو جوزي ما بيصليش، ده يعني هو واخداه بيصلي يعني؟ الحقيقه لا، بس هو كان مستواه الاجتماعي مش عارف ايه وشغال فين انت جاي تشتكي ليه دلوقتي؟ والعكس، يعني سواء الشكوى من المراه او من الرجل، فينك وقت الاختيار؟ والحقيقه يا جماعه بقى، يعني دي همسه في اذن الشباب والنساء، يعني مما عمت به البلوى الان، ان يجي لي شاب وعنده قدر من الدين، وبعدين جاي يقول لي انا عاوز اتجوز واحده هي اقل في الدين، يعني اقل منه بكتير. ليه بقى؟ برضه مش وقته، سواء بقى يعني اي حاجه، مش لازم بقى نخش في تفاصيل. طيب المتدينات بقى مين هيتجوزهم؟ يعني مين هيتجوز دول؟ فيوم يجي بعد شويه المتدينات مش لاقيين اللي يتجوزهم، يوم يقبلوا باي حد، والبيوت بعد شويه كله بيخرب،
كله بيخرب. مفيش كده يا شباب. أول بيئة حاضنة للولد البيت، ولذلك تربيتك للولد تبدأ من اختيار الأم، وأنت تربيتك لابنك أو لبنتك تبدأ من اختيار الأب. المدرسة هتاخد ابنك تحطه في مدرسة إيه؟ هتحطه في مدرسة إيه؟ اللي يروح ياخد عياله ويرميهم في مدرسة راهبات ويبوظوا دين العيل. الدين بيبوظ. انا ما بتكلمش، انتوا عارفين الراجل بتاع عواطف ولا بتاع يعني حتى مش دروس وعظ بقى فنقول كلمتين حلوين يسخنوا، ده انا مش كده خالص. اي حرف بيطلع مني فانا واثق منه 100%. انا كان معايا شباب في دروسي من كتير، يعني 18 سنة او اكتر، وكانوا في مدارس راهبات، وكان يجي الشاب ده الولد ده جاي قاعد قدامي بينهنه بيعيط عياط. ليه؟ هو بقى متدين جديد فهو يعني حابب الجو بتاع. يعاقب لو اتمسك بيقرا في مصحف، يعاقب لو اتمسك قاعد على المصليه في البريك بتاعهم في الفسحه بتاعتهم، وما فيش مسجد طبعا، هي مصليه كده مفروشه تحت سلم، يعاقب لو قاعد عليها. الصلبان في كل فصل. صلاه النصارى يصلوها في اول يوم، ما بيجبروش المسلمين يصلوا طبعا، لكن من وهم صغيرين هم متربين على كده. وقل مثل ذلك كثير. طب ليه يا ابن الحلال رحت حطيت ابنك بايديك في المدرسه دي؟ ليه؟ اصل هم بيربوا الناس الولاد على الاخلاق. طب والدين؟ طب دين ابنك ده هتعمل فيه ايه؟ انت مسؤول عن ده يا جماعه. جاء في بعض الاسرائيليات ان يعقوب عليه السلام لما ابيضت عيناه من الحزن بكاء على يوسف ولامه بنوه قال ليت شعري مؤمن هو أم كافر. شايفين دماغ يعقوب فين؟ أعرف بس هو مؤمن ولا كافر. دين. ابنك داخل من بره جاي من امتحان، أول سؤال يتسأله صليت الظهر؟ مش هي عملت ايه في الامتحان يا بطل؟ صليت الظهر. دين يا جماعه. يعني انتوا متخيلين كده يوم كل مسؤول عن رعيته؟ انت متخيل ان انت هتيجي يوم القيامه لما ربنا تقف بين يدي الله عز وجل وتيجي بقى فقره السؤال عن الابن او البنت، هيقول لك وانت قول لي بقى دخلته مدرسه حكومه ولا انترناشونال ولا راهبات؟ اقصد يعني من حيث المستوى العلمي، يعني مش قول لي بقى دخلته جامعه خاصه ولا مدرسه ولا جامعه حكومه، يعني هيتقال لك كده يعني هو دي اسئله الاخره. شيء عجيب لو انت متخيل كده، فلا يعني ده شيء عجيب الحقيقه. لا انت هتتوقف وتتسأل دين ابنك كان شكله ايه وانت عملت ايه. احنا بايدينا بنروح نحطهم كده مدرسه راهبات، مدرسه انترناشونال. يا جماعه كل نظام تعليمي بلا شك هو ليه استراتيجيه وليه ايديولوجيه بلا شك يعني، وانت مغمض كده يكفي انك بس تقرا اسم النظام ده عشان تفهم الايديولوجيه بتاعته ايه ولا الاستراتيجيه ايه. حتى لو في بعض يعني احنا هنا جدعان المصريين جدعان يمصروا اي حاجه. مدرسه انترناشونال مثلا يعني بره، حتى في دول الخليج بره، حتى يعني مش لازم في دول الخليج، لا انت ممكن تبقى قاعد في المدرسه الانترناشونال الطفل المسلم جنبيه طفل بوذي، جنبيه طفل هندوسي، جنبيه طفل لاديني في نفس الفصل، في فصل واحد. انا رفضت عرض قبل كده شغل في دوله خليجيه والعرض كان مناسب جدا ليا عشان دي بس ابنائي هيدخلوا مدرسه انترناشونال هناك. قلت لهم لا، دخلوني المدارس العاديه خالص بتاعه الدوله. قالوا لا ده الاوفر على بعضه، واحنا المكان ده كله ما فيهوش غير هي مدرسه انترناشونال كله فيها. طبعا المكان ده اللي هو ايه، في بقى امريكان على انجليز على هندوس على مكان مقفول بس. وزمايلي اللي سافروا بيقولوا لي كده الفصل هو ده تشكيله الفصل. فما فيش دين، هو ما فيش دين، بل بالعكس التربيه على انه
كله دايب في بعضه. فدي بيئة. انت بتقعد مع ابنك قد ايه؟ ده لو قعدت رايح بايديك تحطه في مدرسة 5 أيام في الاسبوع كل يوم 8 ساعات، طيب فكرها ايه المدرسة دي؟ هتحشي دماغ ابنك ايه؟ اصل الاخلاق، اصل التعليم هناك كويس، لا اله الا الله. طب والدين؟ وهنا يظهر تشوه تاني في اذهان بعض الاباء والامهات، تصورهم ايه عن الدين اصلا. لان بعض الاباء بيرد يقول لك ايه، لا ما هو الدين ده بقى في البيت، الدين ده في البيت. فانت تلاقي ان التصور عن الدين مشوه اصلا. ورقه فاضيه، طبقين الورقه يعني والله. ادي اهو، اقعدوا مع عيالكم علموهم زي رأي يطبقوا ورقه. طب ايه الورقه؟ الكلام بره يعني. ف كنا بنقول ايه بقى؟ فالدين يا جماعه، تصورنا ايه عن الدين؟ اولا اصل ممكن يبقى انت تصورك عن الدين الفولكلور، عارف اللي هو ايه؟ والله عارفين قلت له قصه المرحوم كان عنده عاده بيصلي الفجر، عارفين؟ الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، عشان انا مش عارف القصه يعني، كان في معرض الكتاب. هو كان الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله اللي يعرفه يعني كان دايما يرتاد معرض الكتاب يعني كتير، وبعدين كان يدخل الندوات كمان اللي بتتعمل هناك. وكان في واحد ندوه معموله على اديب كبير مصري متوفى يعني، مات خلاص، اسم كبير يعني لامع، وبعدين بقى صاحبه بيحكي عنه. فالشيخ اسامه طبعا ما يعديش التاني، بيعمل كلام عن الادب وعن البتاع ومش عارف. فالشيخ اسامه قال له هو المرحوم كان بيصلي؟ قال له والله المرحوم كان عنده عاده ورثها عن المرحوم ابوه، انه كان بيصلي الصبح. هو ده الدين يعني. ايه الفولكلور بتاع احنا بنصلي 5 فروض ويجي رمضان نصوم، ده كويس، ما بقولش ده وحش، ده مش، انما هل هو ده الدين؟ يعني يا جماعه كلمه ابراهيم فانظر ماذا تري على بساطتها، لكن انظروا الى عمقها، اللي هو انت كل موقف في حياتك هتوري ربنا ايه منك. معنى زي ده يتغرز في قلب الولد ازاي؟ اصل الولد رد قال ايه؟ رد عجيب جدا. الولد يا جماعه بيتقال له تعالى هذبحك، قال له يا ابت اذبح، قال كده، قال له يا ابت ايه؟ افعل ما تؤمر، اي حاجه انا معاك. الرد ده عجيب، ما قالوش اذبح، قال له يعني انت بتسالني عن ايه؟ مش ربنا قال افعل ما تؤمر؟ ما اصل الولد ده مين امه؟ امه اللي لما جريت ورا ابراهيم الى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء، وهو ما بيجاوبش. مره الثانيه الثالثه فهمت، الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. انتهت. ساعتها انا قلت لكم لو تفتكروا، سهل تقول الكلمه دي وانت قاعد في بيتك والكارت بتاع البنك فيه رصيد والعربيه تحت البيت وتقول اذا لن يضيعنا. دي سهله. ليه؟ لان احنا قلوبنا متكله ومعتمده على الاسباب اللي تحت ايدينا. انما تعالى كده في صحراء لوحدك وانت شايف كاسباب دنيويه املك الاخير بيمشي قدام عينيك. ابراهيم مشي وما بيلتفتش. تقول له مره الثانيه الثالثه ما يجاوبش، الله امرك بهذا؟ نعم. كان ممكن يبقى الرد بتاع ست ايه؟ طب راجع ربك. مش هتقول له يعني اعصي، راجع ربك، انا امراه ضعيفه وابن صغير واي كلمتين من بتوع الستات. اذا لن يضيعنا، مش هنضيع. فطلع الولد يا ابتي افعل ما تؤمر. ولذلك بنقول الست ما تفرحش ما ان ايه الرجاله هم اللي، لا، انت ليكي دور، انت ليكي دور. مين اللي ربى الشافعي؟ مين اللي ربى احمد بن حنبل؟ في غيرهم كانش في اباء، خلاص ماتوا، هتعملي ايه؟ طلق، هتعملي ايه؟ ابتليتي براجل ما بيسمعش ولا بيشوف ولا خالص، عايش لمزاجه، بتشوفوه في البيت ضيف، العيال تضيع. احتسبي وربي ولادك واهتمي بالابناء،
واهتم بالتفاصيل. انا اتعجب الحقيقه، ويعني مش عاوز اتزق ان يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى يصبر الام والاب في تلك الحادثه، لكن فكره ان ابن صغير 5 سنين 6 سنين لمده سنه والبيت لا منتبه لبصة عين ولا لاضطراب ولا لحزن ولا لأي حاجة، محتاجة وقفة يا جماعة، محتاجة وقفة. ليه محتاجة وقفة؟ أنا ما بتكلمش عن حد، بتكلم عن بيوتنا احنا ممكن يبقى يعني ممكن يبقى في بيوتنا في تفاصيل شبه كده واحنا ما نعرفش، مش عارفين. هنعرف منين؟ وبلاش يعني السكة دي، سكة المخدرات اللي منتشرة في جيل الشباب. انت ابنك ده ادمن زي ما قلت لكم، فجأة الولد نايم كويس ورياضي وبتاع مذاكرة، صبح الساعة 7 الصبح انا لما اروح اشم. هي بتحصل كده ولا تغيرات بسيطة ضعيفة لو انتبهنا ليها من بدري بقدر الله عز وجل تتلحق؟ بس احنا ما انتبهناش. طب ليه ما انتبهناش؟ ما احنا مش فاضيين للعيال. ليه بقى مش فاضيين؟ اسمع بقى الحجج. ما انا طول النهار في الشغل، والام ما انا طول النهار في المطبخ. فايه؟ يعني فايه؟ او بلاش، يعني انت لما تقف بين يدي الله عز وجل ويقول لك ابنك ده ادمن ليه، ابنك ده بقى بيزني ليه، ابنك ده بقى، فتقعد طول النهار في الشغل، حجه هتخيل على ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هتخيل. وانت لو قعدت مع نفسك مش هتخيل عليك انت نفسك. طب انا لو قعدت معاه يعني ممكن ما يدمنش؟ لا، ممكن يدمن عادي جدا. نوح عليه السلام لا نشك للحظه انه عمل كل اللي يقدر عليه مع ابنه، ما نشكش في للحظه في ده. وفي الاخر قدر الله عز وجل، قدر الله. انا خلي بالك، انا عمال اتكلم في محورين، محور نلحق الابناء، ومحور تاني الحق نفسك. الحق نفسك لانك مسؤول، فيوم ان تسال تجد جوابا. يا رب انا عملت اللي عليا. يعني نوح عليه السلام نتصور انه يجي يوم القيامه كده ويعاقب على ان ابنه مات كافر ويتقال له انت غلطان وانت مقصر؟ لا نشك ان نوح فعل ما يستطيعه، خلاص. وانت كذلك افعل ما تستطيعه. الولد بقى لحقته ما لحقتوش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن حتى قبل الاخره يا جماعه، قبل الاخره في الدنيا، لو اكتشفت اي ابتلى به ولدك او بنتك وانت كنت من جواك شايف انك عامل اللي عليك، وطأة هذا عليك اخف. بدل ما كل يوم وانت جاي تنام كده تحط راسك على المخده تقول ما هو انا غلطان، انا اللي ما اقعدش مع عيالي، انا كنت ممكن اعمل واسوي ومش عارف. مش ده هيحصل لو يعني لا قدر الله حصل كده؟ فمحتاجين ده، تربية الأبناء على أولويات. الدين فين في حياتنا يا جماعة؟ الدين فين؟ لجنة ابنك هيفوتوا، هيجي عليه صلاتين، رب ابنك على كده، سيب اللجنة وروح صلي، ما فيهاش هزار. واحنا كنا بنعمل كده، يعني احنا مش يعني احنا في الجامعة كان كده، مفيش عندنا، ما فيش مشكلة نعمل أي حاجة عشان الصلاة. المحاضرة بنسيبها عشان نلحق الجماعة في المسجد، ونسيب المحاضرة عادي جدا، خلاص. طبعا هي دي مستويات. يعني ايه مستويات؟ يعني اقل شيء حرص الشاب على الصلاة في وقتها، دي اقل شيء، ماشي. طب لقينا الشاب لا، انا في بقى مرحلة تانية، يبقى حريص على انه يلحق الجماعة الاولى في المسجد. ما تجيش انت بقى تبقى الاب اللي بيثبط الولد، لا يا ابني اقعد في المحاضرة وما تخلص بصلي جماعة تانية. ابنك جاي بيقول لك انا بصلي جماعة الاولى، خير وبركة، ايه المشكلة يعني؟ فعاوزين نربي الناس على كده. شوف يا جماعة وصية لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعدين آيات عن بر الوالدين، وبعدين كلام عن ربنا يا جماعة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فين ده دلوقتي؟ أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا متدينون، يا اللي بتقول لابنك مالكش دعوة، شفت مالكش دعوة هيعورك لو رحت له، مش أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. خلاص احنا ربنا أجيال طلعت في تطبيع مع المعاصي، في إلف للمعاصي. ازاي الولد ده اللي اتربى على كده انه يشوف كل حاجة وما بنتكلمش، لا شاف ابوه بيتكلم ولا شاف امه بتتكلم، ولما جه هو يتكلم اتقال له اسكت. زعلان من ايه؟ كنت مستني ايه الخطوة اللي بعديها؟ ما هو الخطوة اللي بعديها انه هيعمل ده. انت ما عملتلوش حصانة انه يبغض تلك المعاصي. انت كنت بتاخد ابنك من ايده عشان تروح بالشط اللي عليه ما عليه، انت اللي بتاخده وبتدفع ألوفات. مستني ايه منه ما يكبر؟ يعني مستني منه ايه؟ الغريب بقى ان احنا بنبقى شايفين نفسنا لما بنعمل ده ان انا اب كويس. صح يا جماعه ولا لا؟ انا اب كويس جدا، انا ما فيش صيف بيعدي غير لما لازم صيف مش عارف فين. لا، انت مش اب كويس، انت اب ضيع دين ولاده. اقمت لهم دنيا وضاع دينهم. وعين الابناء الفت عادي جدا تلك المناظر، عادي. ده انا كل اسبوع لازم خروجه نروح السينما اللي مش عارف ايه. انت مش اب، انت كده مش اب يعني بلاش صالح، مش اب كويس. اللي هو اللفظ اللي هو بيبقى خارج هو حاسس بنفسه انه ايه، قد اديت الرساله، خلاص الحمد لله انا كده ايه، عملت اللي عليا مع العيال. سيما وبوديهم، بلاج وبوديهم، هعمل ايه تاني؟ اجيب لهم خمره في البيت يعني خلاص يعني. لا انت مش اب كويس. ماشي، اب كويس يعني ايه؟ دين ابنك عامل ايه؟ صلاة ابنك عامله ازاي؟ قرآنه، ذكره. يا جماعه من اعظم الامور التي تحفظ ابناءنا الاذكار الموظفه. ذكر النوم، ابنك بيقول ولا ما بيقولوش؟ يا شيخ انا ما بقولوش يا شيخ. ابني مين؟ ماشي، ابتدي من النهارده انت وابنك، انت وبنتك، يلا تعالوا يا جماعه افتح بقى كتاب اذكار، وكله على الاب دلوقتي، نزل اب. يعني ايه حجتنا يا جماعه قدام ربنا؟ والله اللي هحكيه لكم ده يعني ده اتحكى لي انا شخصيا. كنت في سفره يعني مش فاكر فين، مش فاكر يعني ممكن المجر، ممكن المانيا، مش فاكر بالظبط. المهم واحد روسي وهو شافني ملتحي، جالي مسلم روسي مسلم، جالي. هو لا بيفهم انجليزي ولا انا بفهم روسي ولا بيفهم، ما بيفهمش اي حاجه. يعني هو ايه، يعني هو مسلم محب كده المهم بالاشاره كده، عادي كان باشاره لغايه ما جه واحد ايه يعرف يترجم. بقى في بينا مترجم. ايه بقى القصه؟ وراني ايديه من هنا اللي انا عاوز احكيه لكم، يعني متشرحه، ايديه متشرحه. هي طبعا خفه يعني بس باين اثار. ليه دي؟ مسكوا معاه كتاب اذكار صغير فاتاخد وتعذب هناك. ماشي، انت هنا النهارده كل شيء موجود، كتاب اذكار موجود، اب هتنزله على التليفون موجود. ايه حجتك قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ الاذكار الموظفه تحفظ لك ولدك. يبقى ابنك هو نازل رايح المدرسه الصبح قايل اذكار الصباح. ده يا جماعه البيئه بقى، البيئه الايمانيه. يعني المدارس اللي هي معتنيه بالدين، بتلاقوا في اتوبيس المدرسه وهم مودينهم الصبح بيقولوا اذكار الصباح في الاتوبيس. يعني انا اولادي حفظوا اذكار الصباح من اتوبيس المدرسه. ده معنى انك تحط ابنك في بيئه، انت بتختار بيئه لابنك قبل ما توديه مدرسه عشان تعليم وعشان اخلاق، وديه مدرسه عشان دين. وهنا برضو عشان بقى اللي هيشوف الفيديو بعد كده ولا لو حد قاعد معانا، المدارس بقى بتاعت الدين تتقي الله في التعليم والاخلاق. يعني هي دلوقتي الازمه فين دلوقتي؟
يقول لك طب نودي فين، نودي كذا، يقول لك دول بتوع سبوبه مثلا، او يا شيخ ما بيعلموش وخليته رقبتنا قد السمسمه. طب ما تعلموا. يبقى احنا يا جماعه اي واحد بقى مدرس هنا ولا مدرسه فوق ولا مدير مدرسه ولا، انتوا على ثغر. لو السمعه اللي زي الزفت دي ما راحتش ما قدرتوش ان هي تتحول، لا يبعد ان تكونوا بتصدوا عن سبيل الله. ما خلاص احنا بنتعامل مع واقع، سيبوكم من المثاليات، احنا بنتعامل مع واقع. يعني ايه مع واقع؟ يعني الناس الاب والام، كثير من الاباء والامهات مساله التعليم عندهم اهم من الدين، خلاص بنتعامل مع واقع خلاص. فلو حضرتك قدرت توفر لي بيئه فيها دين وتعليم كويس هودي، مفيش مشكله. ما قدرتش حط لسانك في بقك، ما تتكلمش معايا. مش ده الواقع يا جماعه؟ طب ده الواقع، نتعامل بقى مع واقع ولا هنحط رجل على رجل ونقول ايه احنا الجمهور بتاعنا معروف اللي هم عاوزين الدين فكده كده بيجوا لنا، نجهد نفسنا ليه بقى نعلم العيال كويس؟ ده دين؟ يعني الفكر ده فكر دين؟ انتم على ثغر، فخليكم قد الثغر اللي انتوا عليه ده. البيئة اللي بتحط فيها ابنك، بيتك شكله ايه؟ المدرسة اللي بتوديها له شكلها ايه؟ اصحابك انت اللي بتخرج معاهم شكلهم ايه عشان ابنك يتعرف على اولادهم؟ محتاجين يبقى الولد في كل حتة في محضن للولد. ده دور مين؟ بالاساس دور الاب. بالاساس الام ياتي دورها في ايه بقى؟ في اعطاء الولد ما يحتاجه من عاطفه، من حب، من رعايه، من هو ده دور الام الاساسي. لان الولد محتاج الاثنين، محتاج توجيه وارشاد في الدنيا، ومحتاج العاطفه، محتاج الحب، محتاج الحنان. يعني الاب ما يديش حب، لا يدي حب ويدي حنان. يعني الام ما تديش توجيه وارشاد، لا تدي توجيه وارشاد. انا بقول هي مسؤوليه مشتركه في الاساس، ده دور الاب وده دور الام. خلاص؟ فلا انت ترمي دورك على الست ولا الست ترمي دورها عليك. بهذا نخرج جيلا ان شاء الله يشرفنا في الدنيا قبل الاخره.